السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معايا من جديد أخواتي في قناتكم عالم إيمان أم البنوتات. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة وأحوال طيبة يا رب. كنرحب بالأخوات اللي انضموا جديد للقناة، وكنرحب بالأخوات اللي كانوا معايا منذ البداية. شكر كبير لكم أخواتي على تشجيعاتكم وعلى الدعم ديالكم المستمر وعلى تعاليقكم الزوينة اللي كتخليو ليا. لا يخطيكم عليا أخواتي. كيف ما كتلاحظوا معايا اخواتي، هذه هي بوشنيخه اللي شاركت معكم بريوات شباكيه لسان الطير. ما شاركتش معكم غير البليغات، ان شاء الله مره اخرى. بالنسبه للاقتراح ديال اليوم تحت طلب صاحبتي عائشه من كندا اللي كنوجه لها التحيه، هي وخويا حميد ومروه ساره محمد علي. الله يحفظكم يا ربي، ورمضان كريم بالصحيحه والسلامه وكل ما كتمناو ان شاء الله. كنقول لك سمحي لي بزاف صاحبتي، تعطلت عليك، كنت عيانه شويه. المهم راني حضرت الوصفه ديال الكيش، وبما ان رمضان كنوعو فيه رافقتها بواحد البيتزا وواحد التحليه. ما نطولش عليكم، دوزو المكونات وطريقه تحضير الوصفه. بالنسبه للمكونات، عندي هنا نص كيلو ديال الدقيق فور سرطب كنديرو في العجانه، وعندي هنا 250 غرام ديال الزبده. درت هنا اللذة، ممكن ديروا اطلس، ممكن ديروا اي زبده ديال التوريق. كنضيف الملح، وكنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الخل، كتبقى اختياريه. وصافي وكنعجن الكيش ديالي. اول مرحله هي انني كنرمل ديك الزبده مع داك الدقيق مزيان بهذا الشكل هذا كيف ما موضحه لكم الصوره. من بعد كنضيف الماء، ومن الافضل انه يكون بارد من الثلاجه. كنضيف بشويه بشويه. هنا خدات معايا العجين كاس وربع ديال الماء، كاس كبير ديال العنبه وربع. كنتاكد بان العجين هو هذاك، وكنخدمو بهذا الشكل هذا. وصافي ها العجينه ديال الكيش واجده عندي. الصراحه عجينه اقتصاديه ما فيهاش بزاف ديال المكونات، كتجي مورقه، وحتى لي كيش كيجيو غزالين احسن من اللي كيتباعوا في الزنقه. انا متاكده الا جربتوها غادي تنال الاعجاب ديالكم وتولي معتمده عندكم. كيف ما كتلاحظوا معي اخواتي، ما فيهاش قوه توريق. كنطلقها بهذا الشكل هذا بالمطلق، وكنشكلها على شكل رغيفه. كيف ما كتلاحظوا معي اخواتي، كنتني النصف الاول والنصف الثاني مع الاستعانه بالمدلك، ونفس الشيء بالنسبه الجزء الثاني. بحال غادي نشكل واحد الرغيف، غنخليها ترتاح واحد شويه 11 دقائق في الثلاجه، ومن بعد كنخرجها. ممكن تخدموا بها في هذه المرحله، انا فضلت انني نعاود نورقها مره اخرى. بالنسبه لهذا العجين ما كيحتاجش للتوريق بزاف، انا ورقتها جوج المرات. ممكن تورقوها مره واحده وتخدموا بها مباشره، انا فضلت انني ندير هكا، كتجي ناجحه اكثر بهذا الشكل هذا. بحال غادي ندير الرغيفه بهذا الشكل هذا. كنتاكد بان الزبده دخلت ليا مع العجين مزيان. كنغطيها كنخليها ترتاح. بحال هذا العجين ممكن تحضروه بالليل ولا غد ليه تخدموا به مباشره يجيكم اسهل. شوفوا كيفاش مورقه ما شاء الله. صافي كنبدا نخدم بها. دابا العجين ديالي واجد، كنبدا نخدم به بهذا الشكل هذا. كنطلق بالمدلك. بالنسبه للسمك ديال العجين ممكن ديروه شويه غليظ، كتجي رطيطبه ما كتجيش معجنه. ممكن ديروه شويه رقيق. انا غادي نوريكم السمك اللي خدمت به الكيش. دابا العجين ديالي واجد، كنجيب لي مول اللي غادي نحضر فيهم الكيش بهذا الشكل هذا. كنسرحهم وكنطلق فوق منهم العجين، وكنحاول انني كل مول انني ندخل ليه العجين بهذا الشكل هذا. كناخذ واحد الكره من العجين وكنبقى نضرب بها وسط الكيش باش كياخذوا ليا ديك الفورمه ديال الكيش، وكيساعدوني بانني نشكلهم بسهوله بهذا الشكل هذا. كنستعن بالدقيق باش ما يلتصقش ليا العجين مع العجين. وصافي وكنبدا نشكل الكيش ديالي بهذا الشكل هذا. ممكن تقطعوا البنات العجينه على شكل مربعات وتبداو تشكلوا الكيش ديالكم. انا كنفضل انني
نطلقها دقه وحده بهذا الشكل هذا، وكنبدا نفصل كل وحده بوحده. كنتاكد بان العجين واصل حتى للقاع باش ما يجيونيش الكيش ديالي هابطين. وكنستمر بهذه العمليه اللي كيف ما موضحه لكم الصوره حتى كنسالي كميه العجين اللي عندي. من بعد كنجمع داك العجين، ما كندلكوش البنات، غير كنجمعو هكا وكنحتفظ به بلاستيك غذائي بهذا الشكل. دابا الكيش ديالي واجد. كنستعن بالدقيق وكنحاول انني نشكل الفورمه ديال الكيش بداك العجين. كنحيد الزوائد اللي بانوا ليا، من الاحسن ان الجوانب تبقى شويه غليظه. كنحيد غير ديك الزوائد اللي زايده بهذا الشكل هذا. كنتمنى ان شاء الله يكون الفيديو واضح. انا حاولت انني ما نزربش الفيديو في هذه المرحله باش تشوفوا الطريقه ديال تحضير الكيش كيف كنحضره. كندير يدي في الدقيق وكنحيد الزوائد اللي زايدين بهذا الشكل هذا، وكنقاد الكيش ديالي بهذا الشكل. طريقه جد سهله وبسيطه وكيخرجوا كميه وفيره، اقتصادي، ما فيش بزاف ديال المكونات. عندنا الدقيق وعندنا الزبده وعندنا الماء والملح، وكيف قلت لكم الخل كيبقى اختياري. صافي وكنستمر بهذه العمليه حتى كنكمل الكيش ديالي. كنوضعو في واحد الطاوه اللي غندخل الفرن. كنتقبو بواحد الفرشيطه باش ما يتنفخ لياش بهذا الشكل هذا. حاولت البنات نزرب شويه الفيديو باش ما يجيكمش طويل حيت فيه بزاف ديال المراحل. من بعد ما كنتقبو كندير ليه الحمص باش ما يتنفخ لياش بهذا الشكل هذا. كندير كميه ديال الحمص. هذه هي الطريقه اللي كيخدموا بها في المخابز. هذا هو الكيش ديالي من بعد ما طيبته. كيجي بهذا الشكل هذا، كيجي مذهب مقرمش، والمذاق يا سلام. انا متاكده الا جربتوه غينال الاعجاب ديالكم. ممكن تحتفظوا به في الثلاجه مده طويله، ينفعكم لوليداتكم المدرسه. وبالنسبه لطريقه الاحتفاظ بالكيش، كنوضعو في واحد البلاستيكه بهذا الشكل. كندير وحده مع وحده وكنجمعو بهذا الشكل هذا. ممكن تحتفظوا به في المجمد مده طويله، وممكن تحتفظوا به غير في الثلاجه لتحت. بالنسبه للحشوه، خديت هنا نصف بصله حكيتها، ضفت ليها شويه ديال زيت الزيتون، زيت نباتيه، وضفت ليها ملح، ابزار، واحد راس معلقه ديال التحميره. ومن بعد ما تشحرات لي ديك البصيله ديالي ضفت ليها قطع ديال صدر الدجاج، وضفت ليها صلصه الصوجا. وهذه هي الحشوه ديالي من بعد ما طابت. عندي جوج بيضات، عندي دانون مسوس، عندي حليب، عندي ملح، ابزار، وعندي فخوماج. كناخذ جوج بيضات كنكسرهم في واحد البول. كنضيف ليهم واحد المعلقه كبيره ديال الحليب، وكنضيف ليهم ياغورت طبيعي بدون سكر. ومن بعد كنضيف الملح، كنضيف الابزار، وكنخلط الكل جيدا بهذا الشكل هذا. وكنضيف واحد شويه ديال الفخوماج وصافي. وها الحشوه ديالي والصلصه اللي غنحضر بها الكيش كلشي موجود. كناخذ لي كيش اللي حضرت معاكم كنوضعهم في واحد الطاوه، وكنوضع قطع ديال الدجاج بالتساوي في كل وحده بهذا الشكل هذا. صدقوني البنات كتجي هذه الحشوه اكثر من رائعه. انا متاكده بانها غتنال الاعجاب ديالكم. من بعد ما كنقاد داك الدجاج ديالي في لي كيش، كنبدا نفرغ ديك الصلصه اللي حضرت ديال البيض ودانون والفخوماج وصافي. وكنزين الكيش ديالي هكا بالفخوماج محكوك، وكندخلو للفرن. وكيجي كيش اكثر من رائع. كنتمنى ان شاء الله تجربوه تردوا عليا في التعاليق. انا متاكده بانه غادي ينال الاعجاب ديالكم. وكيف العاده حبيباتي، ما تنساونيش من لايك، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش تعمل فائده. وما تنساوش تخليو لي كومونتير زوين كيف ما ولفتوني. شوفوا ما شاء الله القوام ديالو كيف كيجي رطب
وفي نفس الوقت مقرمش لذيذ. انا متاكده الا جربتوه غادي ينال الاعجاب ديالكم، كيجي اكثر من رائع. غادي نقسم معكم وحده هنا، الصراحه كان سخون، يلا خرجته من الفران حرقني. غادي نقسم معكم قطعه باش تشوفوا القوام ديالو كيف كيجي من الداخل. المهم البنات غير جربوا على حسابي، انا متاكده بانه غادي ينجح معكم من اول تجربه. وبالنسبه للحشوه ممكن تعمروه باي حشوه بغيتو على حسب الرغبه. انا شاركت معكم هذه الحشوه هذه معتمده عندي. شوفوا ما شاء الله كيجي مقرمش وكيجي مورق. دوك قطع الدجاج كيجيو بهذا الشكل، كيجي رائع البنات. انا متاكده بانه غادي ينال الاعجاب ديالكم. كانت هذه هي الوصفه الاولى. غادي ندوز ان شاء الله باش نحضر معكم الوصفه الثانيه. بالنسبه للوصفه الثانيه غادي نحضر معكم فلان ديال البنان. عندي 1 لتر ديال الحليب، عندي 2 بنانات، وعندي مايزينا، وعندي كريم باتيسير، عندي 2 فلان ديال البنان، وعندي 5 د المعالق ديال السكر سنيده. كيبقى السكر بحسب الذوق. اول حاجه هي انني كنوضع المكونات مع بعضها. كنوضع الحليب مع قطع البنان مع سنيده مع الفلان، وكنضيف 2 معالق كبار ديال مايزينا و2 معالق كبار ديال كريم باتيسير. كنخلط الكل جيدا وكنوضع الكل في الطراب الكهربائي. كنطحنو بهذا الشكل هذا، كنصفيه وكنوضعه في كاسرونه وكنحركو مزيان، وكنوضع الكل فوق النار مع الاستمرار في التحريك حتى كيعقد ليا الخليط ديالي وكيولي بهذا الشكل هذا. من بعد ما كيولي ثقيل بهذا الشكل كنفرغو في كؤوس بهذا الشكل هذا، كندخلو للثلاجه وكنخليه حتى يشد راسو ويتماسك. وعاد كنزينو بالديسير اللي غادي نشارك معكم. صدقوني البنات هاد الفلان كيجي اكثر من رائع. انا عندي 1 الكاس كبير ديال عصير الليمون، كنضيف ليه 2 معالق كبار ديال السكر، كنوضعو فوق النار حتى كيولي سيرو. وهذا الديسير ديالي من بعد ما قطعته قطع صغيره، عندي 1 تفاحه، عندي موزه، وعندي شويه ديال الفريز، ونصف حامضه باش كتخلي ليا داك اللون ما كيكحالوش. كنقطعهم بهذا الشكل هذا، كنعصر عليهم نصف حامضه، وكنوضع الديسير ديالي في الكؤوس اللي حضرت فيهم الفلان. ومن بعد كنفرغ داك العصير ديال الليمون اللي وضعته فوق النار حتى ولا سيرو، وكنزين بالمكسرات كتبقى اختياريه. درت شويه د اللوز، شويه د الزبيب، شويه د الكركاع، قطعته قطع صغيره وجا بهذا الشكل هذا. كيجي القوام ديالو غزال والمذاق اكثر من رائع. انا متاكده الا جربتوه غينال الاعجاب ديالكم. وغادي ندوز باش نحضر معكم بيتزا. عندي كاس ديال الطحين، عندي معلقه صغيره ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الخميره، وعندي معلقه كبيره ديال النيدو، وكاس ديال الماء دافي. كنخلط الكل جيدا وكنخليه مده 10 دقائق يرتاح. سبق لي وحضرت معكم هذه البيتزا، عندي فيديو سابق. صافي كنضيف 4 كاس ديال الزيت، وكنضيف ملح ابزار، وكنضيف كاس ونص ديال الدقيق، شويه ديال الزعتر، وكنجمع العجين ديالي. كيجي خفيف وكيجي غزال بهذا الشكل هذا. كندير شويه ديال الزيت كنخليه يرتاح. من بعد كنقسمو 3 ديال الكرات بهذا الشكل هذا، ممكن تقسموه شحال ما بغيتو. وصافي وكنبدا نطلق البيتزا ديالي. كنعتذر على هاد الزربه، عندي مشكل في التليفون في القناه، ما كيعطيونيش اكثر من 15 ديال الدقيقه. كنحاول انا نشارك معكم وصفات كثيره، ولكن ما عنديش كيفاش ندير. عندي شي مشكله في القناه ومازال ما عرفتش نقادها. وحتى المينياتير البنات ديال الفيديو ما كيخليونيش نختارها، كيختاروها لي هما. بعض المرات كتلقاو شي تصاور لا علاقه مع الفيديو. المهم غير قبلوا عليا وصافي. كندهنها بصلصه طماطم. من بعد ما طابت ليا البيتزا، راه الصوره كتوضح كلشي، كندهنها بصلصه الطماطم اللي ديجا وسبق لي حضرت معكم. ودرت ليها شويه ديال الطون، درت ليها زويته بلديه، درت لها شويه ديال الزعتر، ودرت لها فخوماج موتزاريلا وفرماج عادي. كتجي معلكه لذيذه. انا متاكده الا جربتوها غتولي معتمده عندكم. شوفوا البنات ما شاء الله كتجي مطاطيه
وبنينة. كنتمنى إن شاء الله الاقتراحات ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم، وكنعتذر على هاد الزربة. تهلاو ليا فراسكم، خليت ليكم الراحة، وكنتمنى إن شاء الله نكون خفيفة ظريفة على قلوبكم. إلى وصفات أخرى إن شاء الله، مع السلامة.